ده يفكرنا بقصة حصلت مع القديس مكاريوس الكبير أبو مقار، إن في يوم أحد كهنة الأصنام جاله وهو بيسجد وبيقول له: من أجل محبة المسيح عمدني ورهبني. فتعجب جدا أبو مقار وقال له: أنت إزاي جيت للمسيح من غير أي وعظ ولا حد يجيبك؟ فقال له: أنا أحكي لك. أنا واحد من كهنة الأصنام، وكان لينا عيد عظيم، وكنا سهرانين لغاية نص الليل عمالين بنقول الأدعية بتاعتنا قدام هياكل الأصنام. وفجأة شفت في هيكل الأصنام رؤية عجيبة. شفت رئيس الشياطين وعلى راسه تاج كبير قاعد على عرش عظيم، وقدامه الشياطين الأصغر زي ما يكونوا بيقدموا له تقرير عن أعمالهم اللي بيعملوها على الأرض. فاتقدم أول شيطان يقدم التقرير بتاعه وقال: أنا رحت المدينة وألقيت في قلب امرأة كلمة صغيرة، هي اتكلمت بيها مع امرأة أخرى لأنها ما قدرتش تحتمل إنها تكتم الكلمة دي جواها. في الحال قامت ما بينهم مشاجرة كبيرة، راحوا الرجالة كمان بتوع القرية والمدينة تدخلوا، حصل قتلة كتير قوي في يوم واحد، الكل قتل بعضه. فوجئ كاهن الأصنام اللي بيشوف الرؤية دي إن رئيس الشياطين اللي لابس التاج وقاعد على العرش بيقول للشيطان ده: اقعد، اللي عملته ده ولا حاجة، مين تاني يقول لي حاجة عملها؟ فتقدم شيطان تاني صغير وقال: أنا ممكن أقول أنا عملت إيه. فرئيس الشياطين قال له: قول. قال له: أنا جاي من بلاد بعيدة، من بلاد الهند. قال له: وعملت إيه؟ قال له: هناك لقيت طفل بيلعب بنار في بيته، وقعت منه النار حرقت البيت كله وكل القش والتبن اللي موجود، قامت حريقة كبيرة. قال له: وبعدين؟ قال له: خليت راجل من بره يشهد إن في إنسان تاني هو اللي حرق البيت بتاع الصبي ده. فطبعا الناس اتضايقت جدا من العمل الفظيع ده. خليت كمان ناس شهود زور يشهدوا إن فعلا الراجل اللي بره ده هو اللي حرق البيت. قامت بسرعة عيلة الصبي ده، قامت في عيلة الراجل الأولاني وعملوا خناقة كبيرة، القرية اتقسمت نصين، قامت حرب تقريبا قضت على نص الناس اللي في القرية ماتوا في يوم واحد. فوجئ برضو الكاهن بتاع الأصنام اللي بيشوف الرؤية إن رئيس الشياطين قال له: اقعد، انت عملتش حاجة، مين تاني ممكن يقول لي إنه عمل حاجة مفيدة؟ فقام شيطان تالت وقال: أنا كنت في البحر وأقمت حرب ما بين ناس بعضهم وبعض بسفن في الحرب، قامت حرب عظيمة اشترك فيها كذا دولة، يعني ناس ماتوا من كذا دولة وأصبحوا بيكرهوا بعض، وبقى في عداوة ما بين الدول دي. الغريبة إن رئيس الشياطين برضو قال له: اقعد، انت ما عملتش حاجة. أخيرا قام شيطان صغير مكسوف من اللي عمله، بس قال يقول. فأبو مقار قال لرئيس الكهنة، قال له: ايه؟ قال: ايه الشيطان الصغير ده؟ رئيس الكهنة اللي جاي يتعمد ده قال لأبو مقار: الشيطان الصغير ده قال له: أنا جاي من الإسقيط، من الدير اللي عايش فيه الرهبان في وادي النطرون عند أبو مقار. قال له: بعدين؟ قال له: هناك في راهب أنا بحاول أوقعه في الشهوة بقالي 40 سنة، النهاردة بس أسقطته في خطية الزنا. في اللحظة دي أنا شفت رئيس الشياطين نزل من على العرش بتاعه وقبل الشيطان الصغير وأجلسه مكانه على العرش وألبسه التاج وقال له: بالحقيقة قد فعلت عمل عظيم. فعرفت في الحال قد إيه أنتوا بترهبوا الشياطين، وقد إيه إنه يسقط ناس أشرار في خطايا أكتر مش فارقة معاه على قد ما يسقط ناس أبرار زيكم في خطية، ولو كانت خطية واحدة، ولو كان قاعد مواظب عليها ومثابر 40 سنة متتالية. قد إيه انتوا بترعبوا الشياطين، وقد إيه انتوا أبرار وقديسين. علشان كده أنا جيت وعايز أترهبن زيكم، لأني لقيت إله أعظم من الشياطين اللي أنا بعبدهم، بل لقيت إن ولاد الإله دول اللي هم الرهبان بالرغم إن هم بشر لكنهم أقوى من الشيطان اللي أنا كنت فاكره إله يستحق العبادة. أبو مقار قبل هذا الإنسان وعمده وصيره راهب عظيم بعد كده،